يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا بقى شايفين كده، هنعمل مع بعض النهارده اكله شرقويه اصيله. هو انا معرفش الشرقوه بس اللي بيعملوها ولا في حد تاني. لو تعرفوا بقى يا ريت تكتبوا لي بقى في الكومنتات وتقولوا لي انتوا بتعملوا الاكله دي ولا لا. دايما بتتقدم في المواسم والاعياد في الشرقيه. بس لو اول مرة تشوفيني، انا ميادة ودي قناتي. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تعالوا بقى نشوف مقادير وصفتنا ايه النهاردة. معايا هنا كوباية ونص من الرز المطحون. انا جبت الرز غسلته كويس قوي وسبته نشف، وبعد كده طحنته في المطحنة بتاعة الخلاط زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ومعايا هنا كوباية من الفريك اللي هو فريك الغلة، زي ما انتوا شايفينه كده، اللي هو بيتباع اكياس عادي في السوبر ماركت. جبته وغسلته كويس قوي ونقعته لمدة نص ساعة. ومعايا كمان كوباية من فريك الذرة. فريك الذرة ده بيكون عبارة عن ايه بقى؟ ذرة مشوي، وبعد كده بيفصصوه ويسيبوه ينشف، وبعد كده يطحنوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. غسلته برضو كويس قوي ونقعته كمان لمدة نص ساعة. عايزة بس اوريكم شكله قبل ما اغسله وانقعه، بيكون بالشكل ده كده بالظبط. هو غالبا بيتباع عند العطارين على فكرة، لكن انا بصراحة بجيبه من الشرقية من عند ماما. بيبقى زي ما انتوا شايفينه كده. تمام. هنزل بقى على كل المقادير دي بكيلو الا ربع من اللحمة، وهنزل هنا بشبت وبقدونس وكزبرة، كل حاجة من دول هنزل بربطة منهم. ومعايا هنا 8 فصوص من الثوم، ومعايا كمان بصلتين كبار. معايا هنا بقى فلفل اسود وكزبرة وملح وكمون وبهارات 7. ومعايا هنا دي هريسة الشطة اللي احنا عملناها مع بعض، هنزل عليها بمعلقة. تقدري لو انت ما عندكيش هريسة الشطة دي تقدري عادي تحطي فلفل سبايسي، لو مش عايزة سبايسي خالص مفيش مشكلة ما تحطيش. هنزل هنا بقى بالملح. هبدأ بقى اقلبهم كويس قوي كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. انا عايزة اللحمة والرز وكل حاجة تتجانس مع بعضها. في الوقت ده بقى هاخده اضربه كله في الكبة، ولو عندك مفرمة تقدري تفرميها في المفرمة، بس انا بصراحة كسلت اخرج المفرمة فهعملها دلوقتي عادي في الكبة. هاخد شوية شوية كده واضربهم في الكبة لعند ما تنعم معايا وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده خلاص كان شكلها بتكون متماسكة معانا بالشكل ده. هي بتكون شبه كفتة الرز شوية بعد ما تتضرب في الكبة، لكن طبعا الطعم مختلف نهائي. انا كنت عامله الكميه دي لاني انا كنت هحفظها، انا كنت هشيلها في الفريزر، فهعبيها بقى في اكياس في الوقت ده كده واشيلها. عادي بتشيليها زي ما هي كده مش متصبعه ولا اي حاجه. ووقت ما تخرجيها بقى بتصبعيها وبتحطي عليها كمان مكونين هتعرفيهم في نهايه الفيديو، علشان تطلع متماسكه معاكي وكويسه معاكي. انا بحطها عادي في الكيس واظبطها واقفله، مفيش اي مشكله خالص، بتفضل معايا فتره طويله جدا زي ما انتوا شايفين كده. زي كده بالظبط، ولا يجرى لها اي حاجه. تمام. خلصت بقى الكميه كلها، هشيلها بقى في الفريزر، ووقت الاستخدام بقى اخرجها تفك قبلها بشويه وبعد كده اصبعها. بس انا بقى شلت حته كده صغيره كده علشان اعملها قدامكم واوريها لكم. جبت هنا بقى الكميه المتبقيه، حطيت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من النشا. البيكنج باودر بينفشها كويس قوي، والنشا بيخليها كمان متماسكه وما تفكش ولا اي حاجه من لما احط عليها الشوربه. جبت هنا بقى حله وحطيت فيها طماطم وفلفل. هبدا بقى اكببها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على فكره احنا بنقول عليه اسمه كباب. تمام. بنقول عليه كباب فريك على فكره، هو اسمه كده. بس مش قادره اقول لكم بيبقى طعمه حلو قوي وطعمه خطير بصراحه. بيتكبب كده بالطريقه دي. تقدري تعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه، عايزه تعمليه كبير عايزه تعمليه صغير، دي حاجه ترجع لك انتي. الحجم ده. هنا بقى خلاص كنت خلصت الكميه كلها وصبعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى اقول لكم هحط عليها ايه. انا هحط عليها هنا معلقه من الصلصه، لكن في الطبيعي هي ما بتحطلهاش صلصه، يعني ماما واخواتي بصراحه ما بيحطولهوش صلصه.
بيبقى لونه يعني مدي على خضار كده شويه، لكن انا بحب احط له معلقه صلصه بتديله طعم حلو قوي. وحطيت طبعا شوربه، يفضل طبعا ان هي شوربه تكون دسمه كده ويكون طعمها حلو. هاخده بقى احطه بقى على النار. هنا بقى بعد ما غلي معايا بالشكل ده، هوطي عليه بقى النار كده واسيبه بقى يستوي. ما بياخدش وقت طويل خالص على فكرة على النار. في الوقت ده بقى هدي عليه. خلاص هنا كده بقى كان استوى معايا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعرف ازاي بقى ان هو استوى؟ اضغط عليه كده بالمعلقة الاقيها بتتقطم معايا. بصوا بقى شكله عامل ازاي، تحفة ومتماسك وما فكش مني ولا اي حاجة. وكان طعمه خطير وكان مفلفل كده، ما كانش مكتوم ولا اي حاجة. بصوا عامل ازاي من جوه. انا واثقه ان انتوا لو جربتوا الطريقه دي والمقادير دي هتعجبكم جدا. على فكره انا الطريقه دي واخداها من اختي الكبيره، ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه. بتعمله كمان خطير وخدت منها الوصفه. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.